ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده يا حبايبي جات لكم بوصفة جديدة. هعمل معاكم النهارده القراميط. ما شاء الله، شايفين ما شاء الله ريحتها حلوة قوي. جوزي كان صيدها ما شاء الله، وجايبينها صاحية وحلوة. اوريها لكم ان شاء الله مع بعض. وده كده عملت برضو معاكم احلى شويه رز ابيض. ما شاء الله الرز مفلفل وحلو ازاي معاكم. تعالوا بينا يلا يا حبايبي على الفيديو نشوف القراميط الحلوه. تعالوا بينا يلا. ما تنسونيش اهم حاجه تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم قراميط زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله احنا جايبينها صاحيه. زي ما احنا شايفين كده القرموط صح اهون. الوقت بنذبحهم اهون معاكم زي ما انتوا شايفين كده، وهننضفهم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله القرموط عمال يلعب ازاي. تعالوا هنا يلا يا حبايبي هننضف القراميط دي وهوريها لكم واحنا بنعملها ان شاء الله. دي قراميط نضيفه. ودي كده يا حبايبي احنا هنذبح معاكم القرموط اهون. زي ما احنا شايفين كده دي طريقة ذبح القرموط. بالشكل ده كده، دي الذبيح الصحيح. هننضف بقى القراميط مع بعض يا حبايبي اهون. زي ما احنا شايفين كده احنا بادئين ان احنا ننضف فيهم اهون. كده يا حبايبي بعد ما نضفنا القراميط اهي ما شاء الله نقعتها بليمون ودقيق وملح وخل. لازم انقعها بالحاجات دي كلها عشان تبقى حلوه معايا. زي ما احنا شايفين كده لازم من جوه لازم تكون نظيفه. من هنا كده زي ما احنا شايفين لازم تكون نظيفه كده بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين ما شاء الله هي قراميط حلوه قوي نظيفه مهاش وحشه ما شاء الله. احنا جوزي صيدها من الترعه كده من عندنا، حته نظيفه يعني. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله قراميط نظيفه خالص. انا هعملها النهارده معاكم بتخديعه في تقليه يعني. فانا حبيت اوريها لكم وهي معانا واحنا بننضفها برضو. قصقصنا الجوانب ده كلها زي ما احنا شايفين كده بقت نظيفه خالص معانا. هي ما بتمزلقش ولا اي حاجه. هي ما شاء الله قراميط نظيفه قوي. عندنا هنا بيحبوها فبنجيبها علاولة زي ما احنا شايفين كده. والله العظيم قراميط نظيفة منضفاها حلوة قوي زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. ولازم اسيبها تتنقع حلوة قوي. والراس معانا اهي برضو منضفينها حلو زي ما احنا شايفين برضو كده. لازم اي حاجة فيها تتشال تشيليها وتنضفيها حلوة قوي. ولازم تنقعيها بليمون كتير وخل وملح ودقيق زي ما احنا شايفين كده عشان تبقى نضيفه معانا. تعالوا بينا يلا حبايبي نقللها التقليه يلا مع بعض. ما شاء الله نضفوها تنظيف حلو قوي. ريحتها بقت جميله وما عادتش فيها اي زفاره ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده متنضفه حلو ازاي ما شاء الله. حلوه قوي ريحتها حلوه. حبايبي احنا هنقلي دلوقتي للقراميط. هنقللها تقليه عشان نعملها في تخديعه. معايا الماده الدهنيه هي. هنزل عليها كده بالبصل. مقطعه البصل زي ما انتم شايفين كده. هسيب البصل دون يتشوح بقى وانزل عليه بالطماطم. انا فرمه الطماطم ومصفياها
فانا هسيب دلوقتي البصله دي تتشوح معاكي شويه. انا ما بحمرش البصل عامه قوي، هسيبها بس تاخد تشويحه حلوه، وانزل عليها بالطماطم، وهعمل معاكم القراميط هنقليها مع بعض قبل ما نحطها في التقطيعه. يا حبايبي الطماطم معايا اهي، انا ماسكاها فرماها حلو ومصفياها. دلوقتي هنزل عليها بالبصله معانا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده، لونها حلو قوي. دلوقتي هنزل بالطماطم كده، انا مصفيه الطماطم زي ما قلت لكم. ما شاء الله البصله دي حلوه قوي. هسيب انا بقى التقليه دي تتسبك حلو، لازم تتسبك حلو على ما نقل القراميط مع بعض. تعالوا بينا يلا يا حبايبي، هنسيب التقليه دي تتسبك حلو ونقل القراميط مع بعض. تعالوا بينا يلا نشوف القراميط الاول. دي كده يا حبايبي القراميط اهي، بعد ما شلتها من الميه اللي كانت فيها دقيق، كنت نقعها بدقيق وملح وليمون، شلتها هي من الميه دي. ودلوقتي احنا غسلناها حلوتين اهو معاكم زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله مقطعاها التقطيع ده حلو كده ما شاء الله. زي ما احنا شايفين القراميط والله حلوه ونضيفه، وما فيهاش اي مزلقه ولا فيها اي حاجه، ننقعها حلو زي ما انتوا كنتوا شايفين معايا ما شاء الله. وشايله كل حاجه فيها زي ما احنا شايفين كده، اي حاجه فيها زايده لازم نشيلها، نشيل الديل ونشيل كل حاجه فيها كده ما شاء الله. تعالوا بينا يلا يا حبايبي الاول نجيب دقيق عشان نقلي القراميط دي كلها كده مع بعض وننزلها في التقليه زي ما احنا شايفين ما شاء الله. القراميط حلوه قوي ونضيفه. القراميط دي جوزي كان صيدها وجابها قال اعمليها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. بألف هنا وشفا، والله جميلة قوي يا جماعة، ماهيش ممزلة ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين ما شاء الله. تحفة والله بجد. منضفينها تنظيف حلو زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بينا يلا حبايبي نجيب دقيق عشان نقلي القراميط دي معاكم. هنعملها النهارده في تخديعه، وهعمل برضو مقلي معاكم. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي انا معايا الدقيق اهون. هاخد دلوقتي من القراميط دي، هاخد الحتت الحلوه دي الاول، انزل كده عليها، انزل عليها كده بالدقيق الحتت الحلوه دي الاول اللي انا هحمرها عشان نحطها في التخديعه معاكم. ما شاء الله مش عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي. وهبدا ان انا اعمل كده زي ما احنا شايفين كده، لازم اخليها كلها في الدقيق كده زي ما احنا شايفين كده. ونسيبها طبعا الزيت على النار بيتقدح. مش عايزه اقول لكم على طعمها بيبقى حلو قوي ما شاء الله. احنا بنحب نعملها علاوله، وهو تغيير بدل ما كل مره بنعمل سمك اي سمك بقى، فدي تغيير ما شاء الله عليها. مش عايزه اقول لكم القراميط دي بتبقى طعمها حلو قوي. تعالوا بينا يلا حبايبي على الزيت عشان نحطها في الزيت. حبايبي معايا الزيت اهو، سيبته يتقدح حلو على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. هنزل دلوقتي، طبعا لازم الزيت تسيبيه يتقدح الاول حلو. هنزل كده دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده بالقراميط بالحتت الحلوه دي الاول. زي ما احنا شايفين كده هسيبها انا بقى تتحمر وارجع لكم تاني بعد ما تتحمر ان شاء الله. احنا شايفين يا حبايبي لازم نسيب اللون بتاعها يبقى حلو كده ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم ما شاء الله شكلها حلو قوي. جربوها مش هتندموا، هتحبوا طعمها قوي. في ناس كتير ما بتحبهاش، بس لو جربتها بالطريقه اللي انا عملتها
وبالتنظيف اللي انا عملتها وحطيت لها ليمون وخل ودقيق وكده هتبقى ما شاء الله مش عايزه اقول لكم طعمها هيبقى تحفه قوي، وهتجربوها مش هتندموا. بسيبها انا بقى تتحمر حلو زي ما قلت لكم، وهوريها لكم لما تطلع ان شاء الله باذن الله. كده يا حبايبي اول دور كده طلعته معاكم، شايفين ما شاء الله مش عايزه اقول لكم، والله العظيم مش عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي زي ما احنا شايفين كده، حتى شكلها حلو قوي ما شاء الله، وتحميرها حلوه قوي كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله، ودايبه معانا دوب خالص وفتحت معانا هي، دي يدل ان هي قراميط نوعها حلوه ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، ونضيفه ومنضفاها تنظيف حلو قوي زي ما احنا شايفين من جوه ما شاء الله. لونها حلو ازاي يا حبايبي، بيضه حلوه ازاي ما شاء الله. ده كده يا حبايبي ما شاء الله. هنحطها في التقليه دلوقتي، بس المحمر اللي معايا كله شايفين ما شاء الله. هنا كده منضفاها من هنا كده، منضفاها تنظيف حلو كده زي ما انتم شايفين، هي باينه قدامكم اصلا ما شاء الله، شكلها تحفه قوي والله العظيم. تتاكل حفويه كده ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. احمر انا بقى الكميه اللي معايا يا حبايبي ان شاء الله، وارجع لكم تاني ننزلها في التقليه مع بعض باذن الله. وهعمل جنبها شويه رز ابيض، مش عايزه اقول لكم منزله يعني ما شاء الله، شايفين حتى ايدي منزله سمين قوي وحلوه ما شاء الله. دي قراميط تدل ان هي نظيفه، شايفين ما شاء الله. معايا التقليه اتسبكت برضه اهي، انزل عليها برضه كده بالملح بتاعها، اخلي الملح بتاعها يبقى حلو كده. على ما القراميط بتتحمر معانا هننزل ان شاء الله القراميط دلوقتي معاكم في التقليه دي. شايفين يا حبايبي ما شاء الله، دي كده تاني دور معايا. ده كده الديل بتاع القرموط زي ما احنا شايفين ما شاء الله، تحميره حلو قوي ما شاء الله. لما يفتح معايا كده زي ما انتم شايفين، ده زي ما انا قلت لكم يدل ان هي قراميط حلوه بسم الله ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي وانا بعملها، حتى يا حبايبي من جوه ما شاء الله. انا حبيت ان انا اوريها لكم برده من جوه ما شاء الله، لونها ابيض وحلو ازاي. ده يدل ان هي لحمتها حلوه ما شاء الله، وان هي قراميط جميله، ومفيش احسن طبعا من القراميط الصاحيه، جايه صاحيه كده ما شاء الله، وجايه من حته حلوه حته مضمونه يعني. احنا ما بنحبش ناكلها من اي حد، لازم جوزي اللي بيجيبها، جوزي بيصطادها، لو جابها من اي حد ما بيحبش ياكلها، واحنا اصلا ما بنحبش ناكل حاجه جايه من بره الا لما هو اللي يكون جايبها وصيدها يعني، صيدها كده معاكم جايبينها حلوه ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنزلها الوقت معاكم في التقليه، تعالوا بينا يلا. كده يا حبايبي انا خلصت معاكم الكميه اللي كانت معايا كلها، قليتها بالشكل ده كده ما شاء الله زي ما احنا شايفين. مش عايزه اقول لكم شكل الطبق ده تحفه والله العظيم، يتاكل حيف، ولحمتها بيضه وحلوه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله.
دلوقتي هنزلها في التقلية معاكم، وهعمل معاكم شوية رز ابيض ان شاء الله. الرز الابيض معاها بيبقى حلو قوي مع القراميط ما شاء الله، زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده ما شاء الله. شكلها حلو قوي، شكلها تحفة ما شاء الله. تقلية معايا يا حبايبي. هنزل كده زي ما احنا شايفين في طبق القراميط كده ما شاء الله، ريحتها حلوة قوي. وهزودها بس كوباية او كوبايتين مية، واسيبها برضو ايه يا دوبك غلوة واحدة، وهطفي عليها عشان هي كده خلاص مستوية معايا زي ما انتوا شايفين. هي ما شاء الله مستوية خالص، هي ما قعدتش عايزة اي حاجة، يا دوبك بس هتاخد غلوتين اتنين في التقلية، وهطفي عليها ان شاء الله. اوريها لكم مع الرز ان شاء الله اما اعمله. يلا تعالوا بينا يلا. ده كده يا حبايبي انا عملت الرز الابيض معاكم اهو، هسيبه يستوي بقى واوريكم ان شاء الله الاكله الحلوه دي مع بعض ان شاء الله باذن الله. هتاكلوا احلى اكله النهارده معانا يا حبايبي. انا اديت لها غلوه واحده، طفيت عليها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. متسيبهاش كتير في التقليه، يعني ما تسيبهاش كتير على البوتاجاز، يعني تديها غلوه واحده بس وتطفي عشان ما تتهريش منك. زي ما احنا كده شايفين ما شاء الله، ريحتها حلوة قوي. والرز على العين التانية بيستوي معانا. لو جربتوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها ما شاء الله، تحفة ريحتها روعة. دي كده يا حبايبي النتيجة الأخيرة كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. مش عايزة اقول لكم ريحة التخديعة حلوة قوي بتاعة القراميط ما شاء الله. مش عايزة اقول لكم ريحتها تحفة تحفة روعة بجد والله، تستاهل بقكم معانا. وده كده معانا برضو احلى شوية رز ابيض كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله الرز حلو معانا خالص ازاي، وبيلمع حلو قوي ومفلفل زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. بتمنى ان وصفاتي كلها تبقى على قد الايد وسهلة وبسيطة. ولو عجبتكم ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.